هتفضل حارم نفسك لحد امتى؟ هتفضل عايش في دايت لمين؟ عملوا البمبوزه وعملوا الكنافه ملوخيه، سبتهم يتخانقوا مين عملها الاول، وقلت انا اعمل كنافه بالمانجا، مع اني مش من محبين فصل الصيف خالص، بس حبيته بسبب المانجا. هات لي بقى الحلوه مخده احمرديا، واسهل طريقه لتقشير المانجا مقشره البطاطس، بتطلع لك القشره رفيعه جدا وما تهدرش كتير. بصي نقطعها بقى طرنشات كده، نقطع منها لحم، تقطعها مكعبات زي ما انت عايزه. انا دايما بحب المانجا النعومي والمانجا الصديقه بتزيين الفواكه. بص المنظر، في اجمل من كده حاجه؟ احلى كنافه بالمانجا ممكن تاكليها، طعم المانجا قوي جدا فيها. انا مش هقول لكم تعملوها ازاي، كلنا عارفين بنعمل كنافه بمانجا ازاي، سهله جدا. كنافه ومانجا وكريمه. انا هنا عملت نوعين من الكريمه، عملت الكريمه البيضاء والكريمه الصفراء دي انا طعمتها بعصير مانجا، لحد ما اروح اجيب البمبوزه ونجربها مع بعض. بس تتوقعوا انا هجيب بمبوزه بطعم ايه؟ انتوا متخيلين البوله دي فيها كميه كريمه قد ايه ومانجا؟ كميه الكريمه اللي فيها طبقات والمانجا كمان طبقات. انا حبيت اعملها طبقات كده عشان كل معلقه تاكليها منها تحس بطعم الكريمه. اخر طبقه دي انا هملاها كلها مانجا، ادلق ادلق ادلق. وطبعا عارفين الطبق ده هيكون من